بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله اول درس في منهج الاحياء الجديد للثانويه العامه والازهريه للعام الدراسي 2015 2016. في الاول طبعا لازم نعرف تقسيمه المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا عباره عن بابين. الباب الاولاني عباره عن 4 فصول. الفصل الاول عباره عن الدعامه والحركه، الفصل الثاني عباره عن الهرمونات، الفصل الثالث عباره عن التكاثر، والرابع عباره عن المناعه في الكائنات الحيه. ده الباب الاول. الباب الثاني بيتكلم عن الدي ان ايه والار ان ايه اللي هي الماده الوراثيه بتاعتنا. المهم النهارده ان شاء الله هناخد اول فصل في الباب الاولاني اللي هو الدعامه والحركه. هنبدا بالدعامه الاول خلاص النهارده ان شاء الله في المحاضره الاولى، والمحاضره الثانيه باذن الله هتبقى الحركه في الكائنات الحيه. طيب نبدا الاول عشان نعرف الدعامه في النبات. واحنا في جنينه ايا كانت هذه الجنينه بنلاقي مجموعه كبيره من الاشجار، اشجار النخيل، اشجار الصفصاف، اشجار الفيوكس مثلا. كل نبات من هذه النباتات ليه شكل معين. كل نبات من هذه النباتات له شكل معين. طيب الشكل ده جه منين؟ جه من الدعامه. الدعامه يا جماعه ليها 3 اهميات. رقم 1 اكساب النبات شكل خاص به، يعني عندنا اشجار النخيل لها شكل، اشجار الصفصاف لها شكل وغيرها. طيب ده رقم 1. رقم 2 في اهميه الدعامه اللي هي بتعطي تقويه للنبات. يبقى رقم 1 اكساب النبات شكل معين، رقم 2 التقويه. كلنا شفنا حوادث على الطريق، وشفنا عربيه وهي داخله في شجره. كانت المفاجاه ان العربيه هي اللي اتكسرت مش الشجره. ايه اللي ادى الى تكسير العربيه يا جماعه؟ ان النبات فيه وسائل دعاميه بتديله قوه عاليه جدا. يبقى رقم 1 في اهميه الدعامه في النبات، رقم 1 اللي هي ايه؟ اكساب النبات شكل معين. رقم 2 اللي هي تقويه وتدعيم النبات. طيب رقم 3 بقى اللي هي المحافظه على انسجه النبات الداخليه. المحافظه على انسجه النبات الداخليه. يبقى نقولهم تاني مع بعض. اهميه الدعامه في النبات: رقم 1 اكساب النبات شكل معين، رقم 2 الحفاظ على انسجته الداخليه، رقم 3 المحافظه على تركيز الماء بداخله، وفي نفس الوقت برضو يا جماعه اكساب النبات القوه والصلابه. اكساب النبات القوه والصلابه. طيب لما نيجي نقسم الدعامه في النبات هنقسمها الى جزئين اساسيين. الجزء الاولاني اللي هي الدعامه الفسيولوجيه. الجزء الثاني اللي هي الدعامه التركيبيه. يبقى في عندنا دعامه فسيولوجيه وعندنا دعامه تركيبيه. طيب ايه الفرق ما بين الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه؟ هنعرفهم مع بعض دلوقتي باسلوب بسيط جدا. نبدا اولا بالدعامه الفسيولوجيه. طيب الدعامه الفسيولوجيه هي الدعامه اللي بتتناول الخليه كلها، الخليه باكملها. طيب الدعامه دي جت منين؟ نتيجه انتفاخ الخليه وكبر حجمها. نقول تاني: تعريف الدعامه الفسيولوجيه: هي الدعامه التي تتناول الخليه كلها، كل جزء في الخليه. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه انتفاخ الخليه وكبر الحجم. طيب ازاي بقى الدعامه الفسيولوجيه دي بتشتغل؟ طيب نقول رقم 1 ان احنا عندنا الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد اعتماد اساسي ورئيسي على خاصيه اسمها الخاصيه الاسموزيه. ايه هي بقى الخاصيه الاسموزيه دي يا جماعه؟ خدنا في ثانيه ثانوي ان عندنا خواص فيزيائيه مسؤوله عن امتصاص الماء من التربه. كان من ضمنها مين؟ الخاصيه الاسموزيه. وكنا بنعرفها السنه اللي فاتت على انها الخاصيه اللي هي مسؤوله عن مرور الماء خلال الأغشية البلازمية شبه المنفذة. منين بقى؟ من مكانين. المكان الأولاني اللي هو أكثر تركيزا للماء أو تركيز الماء فيه بيكون عالي. المكان الثاني اللي هو بيكون تركيز الماء فيه منخفض. يبقى ادي الغشاء البلازمي شبه المنفذ، تمام كده؟ وادي الوسط اللي فيه تركيز الماء عالي، وادي الوسط اللي فيه تركيز الماء منخفض. إذا بالخاصية الإسموزية هينتقل الماء من الوسط ذو التركيز العالي للماء الى الوسط ذو التركيز المنخفض فين؟ للماء. طيب دلوقتي احنا عندنا الخليه هي اللي تركيز الماء فيها منخفض. طيب وبره اللي هي التربه ده المكان اللي فيه تركيز الماء مرتفع. اذا ادي الحد الفاصل وهو الغشاء البلازمي. طيب هينتقل الماء بقى منين؟ بالخاصيه الاسموزيه من التربه حيث التركيز المنخفض الى الفجوه العصاريه للخليه حيث التركيز المرتفع، حيث التركيز المنخفض. نقول تاني: ينتقل الماء بالخاصيه الاسموزيه من التربه حيث التركيز بتاع الميه اللي هو مرتفع الى الفجوه العصاريه للخليه حيث تركيز الماء منخفض. يبقى نقول الموضوع ده مره تانية: ازاي بتشتغل الدعامه الفسيولوجيه؟ يبقى تمتص الخليه الماء بالخاصيه الاسموزيه. فينتقل الماء من التربه حيث التركيز
المرتفع الى الفجوه العصاريه للخليه حيث التركيز المرتفع المنخفض. طيب بعد ما يعني ينتقل الماء الى الفجوه العصاريه، تركيز الماء جواها بيزيد. فطبعا هي كانت حته قد كده ايام ما كانش فيها ميه، دلوقتي قعد فيها ميه، ايه اللي حصل؟ بدات حجمها يزيد لان ضغط الميه اللي فيها زاد. طيب الفجوه العصاريه هنا في هنا البروتوبلازم. هو بقى البروتوبلازم اللي هو النواه والعضيات والسيتوبلازم. طيب طالما دي حجمها زاد، امر طبيعي ان هي هتضغط على البروتوبلازم. طيب البروتوبلازم بعديه بيكون الجدار الخلوي، بيكون بعديه الجدار الخلوي. طب ما هو كمان هيضغط على مين؟ على الجدار الخلوي. فايه اللي يحصل للخليه؟ هيحصل لها توتر. زي مثلا ما يكون معاك كوره والكوره دي مهويه، تبقى منكمشه كده، جيت نفختها بالهواء، ايه اللي يحصل للكوره؟ هتبدا تزداد واحده بواحده لحد ما تبقى ايه؟ متوتره بالشكل اللي احنا بنشوفه كلنا في الملاعب. يبقى نقول تاني طريقه عمل الدعامه الفسيولوجيه او الخاصيه الفسيولوجيه، ايه اللي بيحصل فيها؟ بتمتص الخليه الماء بالخاصيه الاسموزيه. طيب فيزداد الضغط اللي هو موجود داخل الفجوه العصاريه، ثم تضغط الفجوه العصاريه على البروتوبلازم، ثم يضغط البروتوبلازم على الجدار الخلوي اللي هو بتاع الخليه النباتيه، فيتوتر الجدار الخلوي. فيتوتر مين يا جماعه؟ الجدار الخلوي، وبكده بتظهر ايه؟ الخليه منتفخه. طيب خلي بالنا احنا قلنا طالما اللي بره التركيز مرتفع وجوه في الخليه التركيز منخفض، بينتقل الماء بالخاصيه الاسموزيه من بره لجوه. ماشي، نيجي بقى دلوقتي نشوف الامثله اللي عندنا عشان نفهم الجزئيه دي كويس قوي. احنا عندنا بذور بتكون جافه، وليكن مثلا بذره الفول. بذره الفول دي بعد ما بنحطها في الميه بعدها مثلا بساعه او بساعتين بنلاقي حجم حبايه الفول زاد. ايه اللي وصلها لكده يا جماعه؟ حبايه الفول من جوه تركيز الميه فيها قليل جدا. طيب واحنا حطيناها في ميه، الميه دي اللي هو الوسط، طب تركيز الميه اللي فيها عالي جدا، ايه اللي هيحصل؟ هينتقل الماء بالخاصيه الاسموزيه من الوسط الخارجي الى بذره الفول، وبالتالي ايه اللي هيحصل لحجمها؟ هتتوتر. طب ليه توترت؟ لان الماء لما انتقل من الخارج للداخل زاد الضغط بتاع الميه في الفجوه العصاريه. طب لما زاد الضغط في الفجوه العصاريه ضغطت على البروتوبلازم اللي هو ضغط على الجدار الخارجي، فحصل توتر لكل الخلايا بتاعه الفول. فايه اللي حصل لحجم حبايه الفول؟ بالتالي زاد، يعني حصل لها توتر. اذا لما يجي يقول لك علل انتفاخ الخلايا الغضه عند او الخلايا اللي هي البذور الجافه عند وضعها في الماء، تقول له وذلك بسبب امتصاصها الماء بالخاصيه الاسموزيه، فازداد ضغط العصير الخلوي في الفجوه العصاريه الذي ضغط على البروتوبلازم الذي ضغط بدوره على الجدار الخلوي، وبالتالي توترت الخليه مما ادى الى توتر ايه؟ الثمره مثلا او البذره. طيب العكس تماما بقى، احنا قلنا دلوقتي الماء بينتقل من الوسط العالي في التركيز الى المنخفض في التركيز بالخاصيه الاسموزيه. طب لو احنا بقى جبنا بذور منتفخه او فاكهه اللي هي بتكون منتفخه ووضعناها في الجفاف في اي مكان فيه شمس وتركناها فتره، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هتنكمش. طب ايه اللي خلاها تنكمش؟ انكمشت نتيجه فقدها الماء بالخاصيه الاسموزيه، فقدها الماء بالخاصيه الاسموزيه، فانتقل الماء منين بقى؟ من الفجوه العصاريه اللي هي جوه الخليه الى خارج الخليه اللي هو الوسط الخارجي. طب ايه اللي حصل؟ ضغط الميه جوه الفجوه العصاريه قل، فايه اللي حصل للفجوه العصاريه؟ بدل ما هي منتفخه كده حصل لها انكماش. طيب لما حصل لها انكماش قل الضغط على البروتوبلازم اللي هو عن طريقه قل الضغط برضه عن مين؟ عن الجدار الخلوي، فحصل انكماش لمين؟ للخليه. يبقى اذا لما يجي يقول لك علل انتفاخ الخلايا عند اضعاف الماء تقول له بسبب امتصاص الماء بالخاصيه الاسموزيه، فزاد ضغط العصير الخلوي داخل الفجوه العصاريه اللي ضغط على البروتوبلازم اللي هو ضغط برضه بعد ذلك على مين؟ على الجدار الخلوي، فحصل توتر. طيب العكس اهو كده توتر. ماشي، العكس لما نضع هذه النبته او هذه الخليه في وسط تركيز الميه اللي فيه قليل او تربه جافه، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه غريبه، هتفقد بقى الخليه الماء بالخاصيه الهين الاسموزيه برضه، فيقل الضغط في الفجوه العصاريه، ثم يقل الضغط فين؟ بعد ذلك على البروتوبلازم اللي هو بيقل الضغط بعد كده على الجدار الخلوي، فيحصل انكماش لمين؟ للخليه. طيب كلنا شفنا قبل كده نبات لما تكون في ميه في التربه بيبقى النبات مستقيم. طيب التربه جفت او ما عادش فيه ميه، ايه اللي بيحصل؟ النبات بينحني. ايه اللي سبب انحناء الساق بتاعت النبات؟ ايه اللي سبب انحناء ساق النبات؟ تقول وذلك لان النبات في هذه الحاله في تربه جافه، اذا تركيز الماء في النبات اعلى من تركيزه في التربه. طيب طالما تركيزه في النبات اعلى من التربه، اذا هينتقل الماء بالخاصيه الاسموزيه من النبات الى التربه. طب هو دلوقتي فقد الماء، ايه اللي هيحصل؟ تركيز المحلول في الفجوه العصاريه هيقل،
طالما تركيز المحلول في الفجوه العصاريه قل، يبقى اذا تركيز او الضغط اللي هو موجود على البروتوبلازم قل. فايه اللي حصل للبروتوبلازم؟ هينكمش. طب البروتوبلازم كان ضغط على مين؟ على الجدار، ما عادش في ضغط على الجدار، فايه اللي هيحصل للجدار؟ برضه هينكمش. فاذا النبات ايه اللي هيحصل له؟ هينحني. طيب هو انحنى لانه فقد الماء بالخاصيه الاسموزيه، يعني فقد الدعامه الفسيولوجيه. طيب لو وضعنا بقى النبات ده تاني او روينا التربه، في ميه بقت في التربه، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يستقيم النبات مره تانيه، يبدا يستقيم مره تانيه. طيب ليه استقام مره تانيه؟ لانه امتص الماء بالخاصيه الاسموزيه، فزاد الضغط في العصير الخلوي، العصير هو في الفجوه العصاريه، ثم زادت حجم الفجوه العصاريه فضغط على البروتوبلازم اللي هو ضغط على الجدار. في ايه اللي حصل للنبات؟ استقام. بعض الطلبه كتير بيغلطوا لما بيجي سؤال في الامتحان، بيكون السؤال ده مركب. يعني ايه مركب؟ يعني جزئين الطالب ما بياخدش باله. يعني علل انحناء ساق النبات عند وضعها في الجفاف واعاده استقامتها اذا ما روت التربه. معظم الطلبه بيجاوب على نص السؤال فقط اللي هو انحناء ساق النبات، وينسى اعاده الاستقامه، وبالتالي بينقص في الدرجات ويجي يشتكي اللي انا كنت حالل وما جبش الدرجه النهائيه. لا، نركز كويس واحنا بنقرا السؤال عشان ندي الاجابه بناء على السؤال، اللي انت مش هتاخد درجه على حاجه انت ما عملتهاش. طيب نيجي بقى للدعامه التركيبيه، بس نفتكر اللي احنا قلنا الدعامه الفسيولوجيه بتتناول الخليه كلها، الخليه كلها مش جزء منها، لا الخليه كلها. تعال بقى نشوف الدعامه التركيبيه. نيجي برضو نكمل السؤال ده اتكرر قبل كده وبيقول علل الدعامه الفسيولوجيه بتكون مؤقته. مؤقته يا جماعه يعني حاجه بتاعت وقتها. انا مثلا دلوقتي موظف باخد 1000 جنيه في الشهر، ال 1000 جنيه هو معايا، يبقى انا دلوقتي معايا فلوس، بعد شويه صرفوا، ايه اللي حصل؟ الفلوس راحت. يبقى اذا الفلوس دي بتكون مؤقته، بتكون ايه؟ مؤقته. طيب نيجي بقى دلوقتي لسؤال اتكرر كتير قوي بيقول ايه؟ علل الدعامه الفسيولوجيه بتكون دعامه مؤقته. تقولوا ليه يا جماعه؟ لانها تعتمد على تركيز الماء خارج وداخل الخليه. ازاي يا جماعه؟ لو كان تركيز الماء خارج الخليه اكبر من تركيز الماء داخل الخليه، ايه اللي بيحصل بقى؟ لو كان تركيز الميه بره اكتر من تركيز الميه جوه، ينتقل الماء بالخاصيه الاسموزيه من الوسط الخارجي اللي هو التربه حيث التركيز المرتفع الى الخليه حيث التركيز الهون المنخفض. طيب لما يوصل جوه بقى، جوه الخليه، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بيزداد حجم العصير الخلوي، وبعد كده بيضغط على البروتوبلازم اللي هو بيضغط على الجدار الخارجي. في اللي بيحصل للخليه؟ بتتوتر. طيب لو كان تركيز الماء داخل الخليه بقى العكس اهو، اكبر من تركيز الماء خارج الخليه، ايه اللي بيحصل؟ بتفقد الخليه الماء برضو بالخاصيه الهين الاسموزيه، يعني بينتقل من داخلها الى خارجها، يعني من جواها للتربه بره. طيب في ايه اللي بيحصل للخليه؟ بيقل ضغط العصير الخلوي اللي هو بيقل الضغط بعد كده على البروتوبلازم، وبيقل الضغط على الجدار الخلوي. في اللي بيحصل للخليه؟ بتنكمش، بتنكمش. طيب نكمل. نيجي بقى للدعامه التركيبيه. احنا قلنا من شويه الدعامه الفسيولوجيه تتناول ايه؟ الخليه نفسها ككل. نيجي بقى للدعامه التركيبيه. الدعامه التركيبيه دي تتناول ايه؟ يا اما زياده سمك الجدار، الجدار كله سمكه بيزيد، بدل ما هو مثلا قد كده لا بيبقى قد كده، سمكه بيزيد. طيب يا اما بتتناول زياده سمك جدار الخليه او جزء في الجدار، مش لازم كله، جزء اهو. طيب او ايه تاني؟ او ترسيب بعض المواد على او في جدار الخليه زي ما هنشوف دلوقتي. خلي بالنا يا جماعه، نقول تاني، الدعامه التركيبيه تتناول ايه؟ زياده سمك جدار الخليه او اجزاء منها، تمام كده، او بتتناول ترسيب بعض المواد على او في جدار الخليه. طيب وبعد كده قال لك ايه؟ وقد تتجاوز ذلك لتشمل مواقع انتشارها. بمعنى ادي خليه وادي خليه، المسافه دي اسمها مسافه بين خلويه اللي هو موقع الانتشار. الجزء ده اهو اسمه موقع الانتشار. يبقى ادي خليه وادي خليه وادي موقع ايه؟ الانتشار. الترسيب احنا بنرسب على مين؟ على الخليه، على الجدار او في الجدار، تمام كده. ساعات الترسيب بيزيد فبيؤدي الى انتشار الماده اللي احنا بنرسبها دي او بيتم ترسيبها في النبات. فين يا جماعه؟ في موقع الانتشار اللي هو الجزء اللي بين كل خليه والخليه الثانيه. طيب التفسير بتاعها قال لك ايه بقى؟ اللي احنا عندنا بعض المواد كالسليلوز بتترسب على في جدار الخليه. عندنا بعض المواد زي المواد السليلوزيه اللي هي السليلوز او الليجنين، المواد دي بتترسب فين يا جماعه؟ في جدار الخليه. الترسيب ده اهو ليه 3 اهميات. رقم 1 الحفاظ على الانسجه الداخليه اللي هي بتاعه النبات، يعني بنحافظ على انسجه النبات الداخليه. طيب الحاجه الثانيه زياده قدره
هذه الخلايا يعني، او الترسيبات دي اللي هي بتعمل على ايه؟ زياده قدره النبات على الحفاظ على انسجته الداخليه. الحاجه الثانيه منع فقد الماء من خلاله، يبقى احنا بنمنع فقد الماء من خلال مين؟ النبات. والحاجه الثالثه اكساب الخلايا الصلابه، اكساب الخلايا الصلابه. يبقى رقم واحد زياده القدره على الحفاظ على انسجه النبات الداخليه. الحاجه الثانيه منع فقد الماء من خلاله. والحاجه الثالثه اكساب الخلايا الصلابه. هي دي الثلاث اهميات بتعود الدعامه اللي هي التركيبيه. طيب نيجي بعد كده الامثله، ونركز كويس في الامثله علشان مهمه جدا وكتير من الطلبه بتغلط فيها. احنا عندنا حرفين جر بنستخدمهم في تفسير موضوع الدعامه ده التركيبيه. خلي بالكم يا جماعه، ادي خليه، ده الجدار من بره، تمام؟ يبقى اول ما يجي يقول لك في الامتحان يتم ترسيب نقط على جدار الخلايا لمنع فقد الماء. خلي بالنا يا جماعه، انا بقول ايه؟ على يعني فوق، يعني الجهاز ده موجود على الترابيزه، يبقى هو على الترابيزه، تمام كده؟ يبقى اذا عندنا ان النبات بيحيط نفسه بطبقه من الكيوتين غير المنفذه للماء، يعني بيتم ترسيب الكيوتين غير المنفذ للماء على جدار الخليه لمنع فقد الماء. يبقى لما يجي يقول لك علل يتم ترسيب الكيوتين على جدار الخلايا، تقول له ليه؟ وذلك لمنع فقد الماء. بس خلي بالكم انا بقول على لمنع فقد الماء، تمام كده؟ طيب الحاجه الثانيه وجدوا ايه بقى يا جماعه؟ ان احنا برضو عندنا النبات، ادي نبات اهو، ممكن يحيط نفسه بطبقه من خلايا فلينيه، خلايا اسمها خلايا فلينيه. الخلايا دي مرصف فيها ماده اسمها ماده السيوبرين، ماده اسمها ماده السيوبرين، وبرضه بتكون غير منفذه للماء. يبقى احنا عندنا حاجتين هم بيمنعوا فقد الماء، ايه هم؟ الكيوتين والسيوبرين، الكيوتين والسيوبرين. بس الكيوتين بيكون على، بينما السيوبرين في، تمام كده؟ والاثنين بيمنعوا فقد مين يا جماعه؟ الميه. طبعا الفلين يا جماعه بيبقى موجود في الاماكن شديده الحراره، شديده الحراره. طيب الحاجه الثانيه بقى ان احنا عندنا مادتين، الماده الاولى اسمها السليلوز والثانيه اسمها الليجنين. السليلوز بيبقى موجود في جدار الخلايا الكولانشيميه، في جدار الخلايا الكولانشيميه. اما الليجنين موجود والسليلوز مع بعض موجودين في الخلايا اسمها الخلايا الاسكلرانشيميه. الاسكلرانشيميه دي اللي هي الالياف والخلايا الحجريه، الالياف والخلايا الحجريه. والاثنين مع بعض بقى بيدوا النبات القوه والصلابه. يبقى لما يجي يقول لك يتم ترسيب نقط في جدار الخلايا لاكساب النبات القوه والصلابه، تقول له مين؟ تقول له السليلوز والليجنين. لو جاب لك الاثنين مع بعض تختارهم، لو جاب لك واحده فيها تختارها. طيب اذا عندنا الليجنين والسليلوز اكساب النبات الصلابه وبيترسبوا في جدار الخليه. طيب بينما الكيوتين بيترسب على جدار الخليه لمنع فقد الماء. طيب الحاجه الثالثه اللي هي السيوبرين بيترسب في الخلايا الفلينيه لمنع فقد الماء. نركز يا جماعه في كلمه في وعلى عشان بتتنسي كتير في الامتحان، وكتير من الطلبه يجي مثلا بدل ما يختار الكيوتين يختار السليلوز لان هو ما عارفش الفرق بين دي ودي. احنا قلنا الكيوتين على والسيوبرين في، بس الاثنين لمنع فقد الماء. طيب السليلوز والليجنين بيبقى فيه لاكساب النبات الصلابه والقوه، لاكساب النبات الصلابه والقوه. طيب نيجي بقى هنا برضو الحاجه الثالثه يا جماعه، الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ في بعض النباتات بيبقى مش موجود فيها الوسائل الدعاميه الكبيره دي اللي هي السلوز والليجنين مثلا بالكميه الكافيه ليها. فايه اللي بيحصل؟ بتضطر هذه النباتات اللي هي تعمل ايه؟ تزيد من سمك الجدار. يعني لو الجدار بتاعها ضعيف كده، لا ممكن تكبر سمك الجدار، خاصه الطبقه بتاعت البشره اللي هي الطبقه الخارجيه. يبقى عندنا 3 حاجات اهوت او 4 مسؤولين عن الدعامه التركيبيه. رقم 1 ترسيب الليجنين والسليلوز في جدار الخلايا لاكسابها الصلابه. الحاجه الثانيه ترسيب الكيوتين على جدار الخلايا وذلك لمنع فقد الماء. ترسيب السيوبرين في الخلايا الفلينيه اللي هي بتحيط بالنبات برضه لمنع فقد الماء. والحاجه الاخيره اللي هي زياده سمك جدر الخلايا خاصه الخلايا الهين الخارجيه منها، وذلك برضه من اجل الحفاظ على انسجه النبات الداخليه. احنا قلنا من شويه اللي احنا عندنا الدعامه الفسيولوجيه بتكون مؤقته لانها بتعتمد على تركيز الماء خارج وداخل الخليه. طيب نيجي بقى للدعامه التركيبيه، دي بتكون دعامه دائمه يا جماعه. الدعامه التركيبيه بتكون دعامه دائمه، وذلك لانها تعتمد في عملها على ترسيب بعض المواد الصلبه زي السلولوز
الكيوتين والليجنين وعندنا السيوبرين، موجودين فين يا جماعه؟ في او على جدران الخلايا النباتيه، وده بيكسبها القوه ويكسبها صلابه ويحول دون فقدها للماء، يعني حاجه ثابته ما بتتغيرش، حاجه ثابته ما بتتغيرش. طيب وبكده نكون خلصنا الدعامه في النبات. نبدا بقى في الدعامه في الانسان. طيب احنا جسمنا، نتخيل كده جسمنا احنا كبشر لو ما كانش فيه عظام او غضاريف، كان ايه اللي يحصل؟ نبقى عاملين زي البالونه اللي ما عادش فيها هواء. ايه اللي يحصل للبالونه؟ هتنكمش على بعضيها كده. طيب ربنا عز وجل وضع في اجسادنا الهيكل العظمي. ليه يا جماعه؟ لان الهيكل العظمي هو المسؤول عن تدعيم جسم الانسان، هو اللي بيعمل تدعيم او دعامه لجسم الانسان. طيب الهيكل العظمي بيتكون من عدد وقدره 206 عظمه، 206 عظمه. كل عظمه بتختلف في حجمها وشكلها على حسب المكان اللي هي بتبقى موجوده فيه، على حسب المكان اللي هي موجوده فيه، وفي نفس الوقت برضو يا جماعه الوظيفه اللي بتقوم بيها، الوظيفه اللي بتقوم بيها. ماشي. الهيكل العظمي اللي هو موجود في جسم الانسان، الهيكل العظمي اللي هو موجود في جسم الانسان بينقسم الى جزئين رئيسيين، في هيكل محوري والهيكل الثاني اسمه الهيكل الطرفي. يبقى عندنا هيكل محوري وهيكل طرفي. طيب الهيكل المحوري بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون من الجمجمه، ده رقم واحد. رقم اتنين العمود الفقري اللي هو السلسله اللي ماشيه في ظهرنا دي. طيب الحاجه الثالثه اللي هي القفص الصدري، القفص الصدري. يبقى الجمجمه والعمود الفقري والقفص الصدري، ده الهيكل المحوري. طيب الهيكل الطرفي بيتكون من الحزام الصدري، تمام كده، والحزام الحوضي، ادي الاحزمه بتاعتنا، وعندنا الاطراف بتاعتنا اللي هم الطرفان العلويان والطرفان السفليان. يبقى عندنا الهيكل الطرفي بيتكون من الحزام الصدري والحزام الحوضي، الحزام الصدري اللي هو الكتف والترقوه، الحزام الحوضي اللي هو بيتكون ايه؟ من عظمه الحرقوفه الظهريه زي ما هنشوف بعد شويه كده، وعظمه العانه وعظمه الورك. وعندنا برضو بقى الاطراف الاربعه اللي هم الطرفان العلويان اللي هم ايديك، والطرفان السفليان اللي هم رجليك. هنعرف كل ده بالتفصيل دلوقتي، ونبدا مع بعض كده في الهيكل العظمي المحوري. اول حاجه لازم ندرسها ومهمه جدا اللي هي العمود الفقري. العمود الفقري يا جماعه ده بيعتبر محور جسم الانسان، هو اللي ماسك جسمك كله اصلا يعني. طيب نتخيل ان ده العمود الفقري، ده كده العمود الفقري الجزئيه دي. طيب لما نبص لفوق هنلاقي الجمجمه. يبقى اول حاجه في العمود الفقري اللي هو بيتصل طرفه العلوي، الجزء ده الطرف العلوي بتاعه بمين؟ بالجمجمه. طيب بيتصل بعد كده عند منطقه الصدر بمين؟ بالقفص الصدري، والطرفان العلويان عن طريق عظام لوح الكتف اللي هي العظمه اللي موجوده ورا دي. طيب الطرف السفلي بتاعه اللي هو الجزء ده بيتصل بمين يا جماعه؟ بيتصل بعظام الحوض. يبقى عندنا العمود الفقري الجزء ده هوت، طرفه العلوي بيتصل بمين؟ بالجمجمه، وطرفه السفلي بيتصل بعظام الحوض. اما عند منطقه الصدر بيتصل بالقفص الصدري والطرفان العلويان اللي هم ايديك عن طريق عظام لوح الكتف، عن طريق عظام لوح الكتف. لذلك بيعد العمود الفقري محور الهيكل العظمي. ماشي. نيجي بعد كده بقى نشوف ان العمود الفقري ده يا جماعه بيتكون من 33 فقره، 33 فقره. نفس الكلام برضو بيختلفوا في شكلهم وحجمهم على حسب ايه؟ الموقع اللي هم موجودين فيه. ازاي يا جماعه؟ نبدا باول حاجه خالص اللي هي الفقرات الموجوده في العنق. عندنا 7 فقرات عنقيه، 7 فقرات عنقيه بيكون حجمها متوسط، بتكون متمفصله مع بعض. يعني ايه متمفصله يا جماعه؟ يعني منفصله، كل واحده فيهم مستقله كده بس بيبقوا متوافصين مع بعض زي المفصلات كده. طيب الحاجه الثانيه عندنا 12 فقره بتكون ظهريه، 12 فقره ظهريه في منطقه الظهر. طيب برضو بتكون متمفصله مع بعضها البعض، وبتكون اكبر حجما من الفقرات اللي قبليها اللي هي الفقرات العنقيه. يبقى عندنا 7 فقرات عنقيه تليها 12 فقره ظهريه، يبقى 7 و12 يبقى 19. احفظوا الارقام. بعد كده عندنا 5 فقرات بيكونوا اسمهم الفقرات القطنيه، 5 فقرات قطنيه. نفس الكلام برضو يا جماعه، بس دي بتكون عريضه، بتكون اكبر الفقرات حجما، بتكون عريضه كده، وبتكون برضو متمفصله. يبقى عندنا 7 عنقيه، 12 ظهريه، 5 قطنيه. القطنيه دي اكبر الفقرات في جسم الانسان وتواجه البطن، يعني بتبقى موجوده قصاد منطقه البطن. طيب بعد كده بقى يا جماعه بنلاقي ايه؟ حاجه جديده اهيت اللي هم 5 فقرات تسمى باسم الفقرات العجوزيه، 5 فقرات عجوزيه. ال5 فقرات العجوزيه دي بتكون عريضه
ومفلطحة وملتحمة معا. بتكون عريضة وبتكون مفلطحة وبتكون ملتحمة معا، فكلهم بيظهروا أكنهم قطعة واحدة، بيظهروا أكنهم قطعة واحدة. يبقى عندنا 7 12 5 5. باقي كام من ال 33؟ باقي 4. الأربعة دول هيجوا منين يا جماعة؟ عندنا 4 فقرات عصعصية موجودة في نهاية العمود الفقري، تمام كده، وبيكون برضو بس صغيرة الحجم وملتحمة معا. يبقى عندنا 7 فقرات عنقية حجمهم متوسط، 12 ظهرية أكبر من العنقية، 5 قطنية أكبر الفقرات جميعا. عندنا بعد كده 5 عجوزية عريضة ومفلطحة وملتحمة، وبعد كده 5، وبعد كده 4 عصعصية. الأربعة العصعصية دول بيبقوا ملتحمين مع بعض وبتكون صغيرة الحجم، ودي تعتبر أصغر الفقرات الموجودة في جسم الإنسان. طيب نعلمهم إزاي بقى يا جماعة دلوقتي؟ لما يجي في الامتحان ويقول لك 5 فقرات عريضة ومفلطحة، يبقى على طول مين؟ وملتحمة معا، يبقى على طول الفقرات اللي هي العجوزية. طيب 4 فقرات صغيرة الحجم وملتحمة معا، تبقى مين؟ تبقى الفقرات العصعصية. طيب لما يجي يقول لك عندنا 5 فقرات كبيرة وأكبر الفقرات جميعا وتوجد أو تواجه منطقة البطن، نقول له مين على طول؟ اللي هي بتكون الفقرات القطنية. وبعد كده أول ما يقول لك 12 فقرة يبقى الفقرات اللي هي الظهرية. طيب وطبعا الإيه اللي فوق اللي هي 7 فقرات اللي هم العنقية. لما يجي في الامتحان بقى يقول لك إيه؟ عندنا الفقرات اللي هي متصلة بالجمجمة تسمى بالفقرات نقط، يبقى الفقرات العنقية. طيب الفقرات المتصلة بالقفص الصدري تعتبر فقرات نقط أو اسمها الفقرات نقط اللي هي الفقرات هنا يا جماعة، الفقرات اللي بتكون اسمها اللي هي إيه؟ الظهرية. الخمس فقرات التي تواجه تجويف البطن يبقى مين؟ القطنية. طب 5 فقرات عريضة ومفلطحة أو ملتحمة معا يبقى مين برضو؟ اللي هي الفقرات اللي اسمها العجوزية. طب أصغر الفقرات جميعا حتى لو ما قالكش اسمها تبقى الفقرات اللي هي العصوصية اللي هي موجودة في آخر العمود الفقري. هنرجع تاني للعمود الفقري بعد شوية، بس بعد ما نخلص الجزئية دي. الأول إيه هي يا جماعة؟ اللي هي وظيفة العمود الفقري. العمود الفقري ليه وظيفة أو 3 وظائف هما: رقم 1 بيعتبر دعامة لجسم الإنسان، اللي هو بيعمل لنا دعامة أو تقوية لأنه ماسك جسمنا كله. طيب الحاجة التانية حماية الحبل الشوكي. احنا بعد شوية كده واحنا بنشرح الفقرة هنلاقي إن الفقرة موجود فيها حاجة اسمها الحلقة الشوكية. الحلقة الشوكية دي فيها أو بداخلها موجود تجويف يسمى باسم القناة العصبية. القناة العصبية دي بيمر خلالها الحبل الشوكي. يبقى احنا عندنا رقم 1 دعامة رئيسية للجسم، الحاجة الثانية حماية الحبل الشوكي، والحاجة الثالثة يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي، حركة الرأس بتاعتنا والنصف العلوي اللي هو موجود في أعلى جسم الإنسان. طيب نيجي بقى لحاجة مهمة جدا جدا اللي هي تركيب الفقرة العظمية. والفقرة سؤال يعتبر من الأسئلة الأساسية في أي امتحان جه قبل كده، يعتبر يعني. طيب هي والقطع العضلية زي ما هنشوف بعد شوية إن شاء الله يعني. طيب تركيب الفقرة زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، هنلاقي رقم 1 في اللي هو جسم الفقرة. جسم الفقرة ده اللي هو الجزء الأمامي السميك من الفقرة، يعني جزء كده، جزء مدور اسمه جسم الفقرة، اللي هو اسمه ايه بقى؟ الجزء الامامي السميك من الفقرة. يبقى لما يجي في الامتحان ويقول لك اكمل الجزء الامامي السميك من الفقرة، تقول له ايه؟ تقول له هو جسم الفقرة. طيب جسم الفقرة ده اهو بيتصل بيه من الجانبين. انا جسم الفقرة من الجانبين، ايديا دي وايديا دي، يعتبروا بالنسبة لجسم الفقرة تركيبين اسمهم ايه؟ النتوءان المستعرضان. يبقى لما يجي يقول لك زائدتان عظميتان تتصلان بجسم الفقرة من الجانبين، تقول له مين؟ النتوءان المستعرضان. طيب وعندنا نتوء المستعرض كل واحد فيهم بيشيل او بيحمل نتوء مفصلي امامي، بيحمل نتوء مفصلي امامي. طيب عندنا بعد كده بقى متصل برضو بجسم الفقرة من الخلف حاجة اسمها اللي هي ايه؟ الحلقة الشوكية. والحلقة الشوكية دي بداخلها قناة اسمها القناة العصبية، والحلقة الشوكية بتحمل النتوء الشوكي. يبقى لما يجي يقول لك زائدة عظمية تتصل بجسم الفقرة من الخلف، تقول له مين؟ تقول له النتوء الشوكي. زائدة عظمية تتصل بجسم الفقرة من الخلف، تقول له نتوء الهون الشوكي. طب زائدتان عظميتان تتصلان بجسم الفقرة من الجانبين، تقول له مين؟ النتوءان المستعرضان. يبقى جانبين نتوءان مستعرضان، الخلف النتوء الهون الشوكي. النتوء الشوكي بيحمل نتوء مفصلي خلفي، نتوء مفصلي خلفي. يبقى احنا دلوقتي عندنا كام نتوء عندنا دلوقتي يا جماعه؟ في عندنا دلوقتي 4 نتوءات. ادي نتوء مفصلي امامي ايمن وايسر، نتوء مفصلي خلفي ايمن وايسر، وعندنا نتوء شوكي ونتوءان مستعرضان.
دي النتوءات اللي هي متصله بجسم الفقره. يبقى جسم الفقره تاني هو الجزء الامامي السميك من الفقره. طيب اللي هو يا جماعه بيبقى مواجه منطقه البطن بتاعتنا من الجانبين، متصل بيه مين؟ النتوءان المستعرضان. طيب كل نتوء من دول بيحمل نتوء اللي هو ايه؟ نتوء مفصلي امامي. وبعد كده بنلاقي الحلقه الشوكيه اللي هي متصله من الخلف بجسم الفقره، بداخلها قناه عصبيه دي اللي بيمر منها الحبل الشوكي، ثم زي ما احنا برضو شايفين كده اهوت الحلقه الشوكيه بتحمل اللي هو النتوء الشوكي، والنتوء الشوكي ده بيحمل معاه مين؟ النتوء المفصلي الخلفي. النتوء المفصلي الخلفي. طيب يجي برضو يقول لك ملائمة الفقرة العظمية لوظيفتها. ملائمة الفقرة العظمية لوظيفتها. طيب احنا عندنا زي ما هنعرف بعد شوية كده عندنا الضلوع اللي بتكون القفص الصدري. الضلوع دي بتتصل بجسم الفقرة والنتوء المستعرض. نقول تاني أول حاجة أهو إن الفقرة تمتلك أو تحتوي على جسم الفقرة والنتوءان المستعرضان. الاتنين دول بيتصل بهم الضلوع. بيتصل بيهم الضلوع. يبقى ادي اول حاجه في الملائمه ان الفقره تحتوي على جسم الفقره والنتوءان المستعرضان، ودول بيتصل بهم مين يا جماعه؟ الضلوع. طيب رقم اتنين تحتوي على الحلقه الشوكيه وبداخلها القناه العصبيه. وبالتالي ايه اللي بيحصل يا جماعه بعد كده اهوت؟ دي بتوفر وسيله امنه لمرور الحبل الشوكي. لمرور مين يا جماعه؟ الحبل الشوكي. في بقى عندنا النتوءان المفصليان الاماميان والخلفيان، ودول بيستخدموا في التمفصل مع الفقرة اللي فوق والفقرة اللي تحت. طيب نيجي بعد كده للجمجمة. بعد كده للجمجمة. الجمجمة دي عبارة عن علبة عظمية. علبة عظمية بتتكون من جزئين أساسيين. الجزء الأولاني اللي هو الجزء الأمامي أو بيسموه الجزء الوجهي أو بيسموه جزء الجبهي. دي كلها مسميات. الجزء الأمامي ده بيحتوي على مين يا جماعة؟ بيحتوي على أعضاء الحس اللي هي العينان والأنف والفم والأذنان. بيحتوي على الفك السفلي والفك العلوي، وبرضه معاهم إيه؟ الأسنان. ده مين؟ ده الجزء الوجهي أو الجزء الأمامي. طيب نيجي بقى للجزء المخي، وده محل أسئلة كتير جدا في الامتحان. الجزء المخي أو الجزء الخلفي ده عبارة عن جزء بيتكون من 8 عظام. 8 عظمات مع بعض. عاملين ازاي يا جماعة؟ كل عظمة الطرف بتاعها بيبقى عامل زي ايديا كده بالظبط كده. يبقى ادي عظمة وادي عظمة بيتصلوا مع بعض بنفس الاسلوب ده كده. كده اهو. تمام كده يا جماعة؟ ده الطريقة اللي هم بيتصلوا بيها مع بعض. يبقى ادي عظماية وادي عظمة بيتصلوا بهذا الشكل. امال دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ دول بيسموهم الاطراف المسننة. يبقى اذا الجزء المخي اللي هو الخلفي دهوت بيتكون من 8 عظام. الثمان عظام دول متصلين ببعض اتصال متين، يعني قوي جدا جدا جدا. تمام كده؟ عند اطرافهم الهين زي ما قلنا المسننه. عند الاطراف المسننه بيتصلوا كده مع بعض يا جماعه. طيب سؤال جه كتير في الامتحانات. علل. على الرغم من ان الجزء المخي للجمجمه بيتكون من 8 عظام الا انه بيظهر كجزء واحد. بيظهر كجزء واحد بس. ليه يا جماعه بيظهر كجزء واحد؟ وذلك لان عظام الجزء المخي بتتصل ببعضها اتصال متين عند الاطراف الهين يا جماعه المسننه. لذلك تظهر زي ما احنا شايفين كده كجزء واحد فقط. كجزء واحد فقط. طيب في نهايه الجزء المخي للاسفل كده بنلاقي اللي موجود عندنا ثقب مهم جدا وبيجي اكمل كتير جدا في الامتحانات، اللي هو بيسموه الثقب الكبير. ثقب كبير. ثقب كده يا جماعه. ادي عندنا هنا الحبل الشوكي، تمام، اللي هو جاي من العمود الفقري، وفوق هنا عندنا المخ. تمام كده؟ فاصبح الثقب الكبير ده اهو نقطه اتصال مين او موضع اتصال المخ بالحبل الهون الشوكي. يبقى لما يجي يقول لك في الامتحان اذكر مكان ووظيفه. مكان ووظيفه. الثقب الكبير مكانه يوجد في نهايه الجزء المخي للجمجمه. وظيفته هو او يعتبر موضع اتصال الحبل الشوكي بالمخ. الحبل الشوكي بمين يا جماعه؟ بالمخ. ده الثقب الكبير. طيب بعد ذلك بنلاقي القفص الصدري. والقفص الصدري مهم وفيه كمية مهولة من الأسئلة هنحاول إن شاء الله في المراجعة نتكلم عنها. القفص الصدري عبارة عن علبة مخروطية. علبة شكلها مخروطي. تمام؟ طيب بتتصل من الخلف بجسم الفقرة ونتوءها المستعرض اللي هما في الفقرات الظهرية، في اللي هما 12 فقرة ظهرية. نقول تاني، هي عبارة عن علبة مخروطية بتتصل من الخلف بجسم الفقرة والنتوء المستعرض بتاعها اللي هو في الفقرات الهين في الفقرات الظهرية. طيب
ومن الامام بتتصل بعظمه اسمها عظمه القص. العظمه اللي هي بتبقى في النص دي يا جماعه اسمها عظمه القص، يعني مثلا مكان الكرافات دي مثلا يعني. طيب دلوقتي عندنا القفص الصدري بيتكون من او هو عباره عن علبه مخروطيه. العلبه المخروطيه دي تتصل من الخلف بجسم الفقره ونتوءها المستعرض فين؟ في الفقرات الظهريه اللي هم 12 فقره. وعندنا بعد كده يا جماعه ومن الامام بتتصل بمين؟ بجسم بعظمه اسمها عظمه القص زي ما هنشوف دلوقتي. القفص الصدري بيتكون من 12 زوج من الضلوع. ال 12 زوج دول بالمفرد هيبقوا 24 ضلع. يبقى 12 زوج من الضلوع اللي هم كام؟ 24 ضلع. طيب عندنا منهم العشر أزواج الأولى اللي هي من الزوج رقم 1 لحد الزوج رقم 10. دول بيتصلوا من الخلف بجسم الفقرة ونتوءها المستعرض في الفقرات الظهرية اللي هم أول 10 فقرات، ومن الأمام بعظمة القص. ومن الأمام بعظمة القص. طيب دي ضلوع عادية. باقي كام بقى من الضلوع؟ باقي زوجين اللي هم أربعة بالمفرد. الزوجين دول اسمهم إيه يا جماعة؟ بيسموهم الضلوع العائمة. يبقى دلوقتي عندنا زوجان من الضلوع اللي هو رقم 11 ورقم 12. دي بتسمى باسم مين يا جماعة؟ الضلوع العائمة. طيب علل. يسمى الضلع أو زوج الضلوع رقم 11 ورقم 12 باسم الضلوع العائمة. ليه بيسموهم عائمة؟ تقول له الإجابة وذلك لأن هذه الأزواج اللي هي الرقم 11 ورقم 12 بتكون قصيرة. بتكون إيه يا جماعة؟ بتكون قصيرة. يعني إيه قصيرة؟ يعني من الخلف عادي جدا بتتصل بجسم الفقرة ونتوءها المستعرض اللي هي الفقرة رقم 11 والفقرة رقم 12. طيب من الأمام بتتصل بمين بقى؟ قال لك لا مش بتتصل. يعني هي دلوقتي من الخلف بتتصل بمين؟ بجسم الفقرة ونتوءها المستعرض اللي هي الفقرة رقم 11 والفقرة رقم 12. ولكن هذه الضلوع بتكون قصيرة لا تتصل بمين؟ بعظمة القص. لذلك سموها الضلوع العائمة. يبقى لما يجي يقول لك علل تسمى الضلوع العائمة بهذا الاسم تقول له وذلك لأن هذه الضلوع قصيرة تتصل من الخلف بجسم الفقرة ونتوءها المستعرض ولكنها لا تتصل بمين؟ بعظمة القص من الأمام. لذلك بتسمى باسم الضلوع العائمة. تسمى باسم الضلوع العائمة. طيب نيجي بقى دلوقتي نعرف يعني ايه اصلا ضلع. الضلع هو عباره عن عظمه مقوسه بتنحني الى اسفل. يعني يا جماعه بتبقى جايه كده مش طالعه لقدام كده مستقيمه، لا بتبقى فيها سنه انحناء لاسفل كده. بتكون عظمه مقوسه وتنحني الى اسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقره ونتوءها المستعرض. يبقى الضلع هو عظمه مقوسه تنحني الى اسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقره ونتوءها المستعرض. ده الضلع. خلي بالكم انا بقول عظمه مقوسه. عظمه مقوسه لازم نعلم كل تعريف. اول ما يقول لك عظمه مقوسه يبقى على طول الضلع. طيب عظمه القص بقى ركز معايا فيها. عظمه القص دي عظمه مفلطحه. يبقى الضلع عظمه مقوسه بينما القص عظمه مفلطحه وفي نفس الوقت برضه مدببه. مدببه يا جماعه يعني نازله من فوق كده ومن تحت نازله لها يعني ايه حاجه زي سن كده من تحت او بنسميها بالبلدي بوز. طيب العظمه دي بتكون عظمه مفلطحه ومدببه من اسفل، والحاجه المميزه فيها ان جزءها السفلي بيكون غضروفي. جزءها السفلي بيكون غضروفي. يبقى عظمه مفلطحه وبتكون مدببه من اسفل وجزءها السفلي غضروفي. يبقى على طول عظمه مين يا جماعه؟ القص. طب نرجع ورا شويه كده واحنا بنتكلم من شويه قلنا ان العشر ازواج الاولى من الضلوع، العشر ازواج الاولى بتتصل من الخلف بجسم الفقره ونتوءها المستعرض في الفقرات الظهريه ومن الامام بعظمه القص. طيب يبقى اذا عظمه القص دي بيتصل بها مين؟ العشر ازواج الاولى من الضلوع اللي هم بالمفرد هيبقوا اول 20 ضلع. يبقى العشر ازواج الاولى او اول 20 ايه؟ ضلع. دي عظمه القص يا جماعه. طيب العظمه دي او الضلوع عامه ليها وظيفه كبيره جدا في التنفس. اثناء التنفس كلنا لما ناخد نفس كده نجرب مع بعض. تاخد شهيق، ايه اللي بيحصل لما تاخد شهيق يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل للصدر بتاعنا؟ حجمه بيزيد. ليه حجمه بيزيد يا جماعه؟ وذلك لان الضلوع بتتحرك للامام والجانبين بنفس الشكل كده يا جماعه. تتحرك للامام والجانبين. لما تتحرك للامام والجانبين ده بيزيد من تجويف الصدر وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الهواء بيدخل فين؟ جوه. طيب اثناء الزفير بقى ايه اللي بيحصل؟ الكف الصدر بتاعنا بينضغط لجوه، صح؟ يعني بيحصل له عكس ما تم فين؟ في عمليه الشهيق وبالتالي بيزيد الضغط الداخلي فبيطلع الهواء. يبقى حركه الضلوع اثناء التنفس مهمه جدا. ليه؟ لان حركاتها للامام والجانبين للامام والجانبين ده بيزود من مساحه التجويف الداخلي بتاع الصدر وبالتالي ده بيتم اثناء الشهيق. بينما اثناء الزفير ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عكس ما تم
في عمليه الشهيق، وبالتالي ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بيخرج الهواء الى خارج ايه؟ التجويف الصدري. طيب الضلوع العائمه زي ما احنا قلنا من شويه هي عباره عن كام زوج؟ زوجين من الضلوع. طيب يعني كام بالمفرد؟ يعني 4. دول تاني، الضلوع العائمه كام زوج؟ زوجين. بالمفرد يبقى كام؟ يبقوا 4. طيب الأربعة دول خلي بالكم برضو عشان ايه بتيجي اسئله كتير. الأربعة دول هيبقوا ترتيبهم بالنسبه للضلوع كلها هيبقى رقم 21 و22، دول الزوج ال11. 23 24 ده الزوج ال12، عشان في اسئله كتير ان شاء الله وهنبقى نضرب عليها باذن الله في الحلقات القادمه. طيب نيجي بقى للهيكل الطرفي. احنا كده خلصنا الهيكل المحوري، نبدا بقى فين دلوقتي؟ في الهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي بيبدا عندنا من الحزام الصدري. الحزام الصدري يا جماعه ده بيتكون من كام نصف؟ بيتكون من نصفين، وبيكونوا الاثنين دول متماثلين، يعني الايمن اللي عندك زي الايسر. طيب نبدا باول حاجه عندنا اللي هو عظمه لوح الكتف، اللي هي اول عظمه، ودي عظمه مهمه جدا في موضوع الحزام الصدري. العظمه دي يا جماعه عظمه مثلثه. دلوقتي خدنا 3 انواع من العظام اهو. لما يقول لك عظمه مقوسه يبقى الضلع، مفلطحه يبقى القص. طيب هنا بيقول لك عظمه مثلثه يعني على شكل مثلث، تمام كده؟ يبقى عظمه بتاعه القص دي عظمه ايه لوح الكتف دي عباره عن عظمه مثلثه، تمام كده؟ شكلها او بيكون طرفها الخارجي مدبب والداخلي عريض. يبقى الطرف الداخلي بتاعها اللي هو لجوه بيكون عريض، قاعده المثلث. طيب طرف المثلث من بره بيكون ايه يا جماعه؟ بيكون مدبب. طيب الطرف بقى الخارجي ده اهو فيه حاجتين مهمين جدا. فيه نتوء. يعني ايه نتوء يا جماعه؟ يعني جزء كده طالع كده. يبقى ادي عظمه الكتف دهيت فيها جزء كده طالع كده، ده بيسموه ايه؟ النتوء. طيب وايه تاني موجود فيها؟ موجود فيها برضو يا جماعه حاجه مهمه جدا اللي هو التجويف. تجويف اسمه التجويف الاروح. يبقى عظمه لوح الكتف هي عظمه مثلثه، طرفها الداخلي عريض اللي هو لجوه يعني، والخارجي اللي هو لبره ده بيكون مدبب. الجزء الخارجي اللي هو المدبب ده اهو موجود فيه حاجتين هما. موجود فيه اول حاجه اللي هي نتوء، وموجود فيه برضو مين يا جماعه؟ موجود فيه اللي هي التجويف الاروح. التجويف الاروح. طيب اهميه النتوء اللي احنا قلنا عليه من شويه هو يبقى جزء كده. النتوء ده اهميته يا جماعه ده بيتصل بيه الترقوه، دي العظمه الثانيه اللي هي موجوده فين؟ في الحزام الصدري. العظمه الثانيه اللي هي موجوده في الحزام الصدري. يبقى عندنا النتوء اللي هو موجود في عظمه لوح الكتف بيتصل به الترقوه. احنا ممكن نجرب الترقوه ده يا جماعه اللي هي العظمه الرفيعه اللي جايه من هنا دي، ممكن نمسكها كده اللي هي العظمه دي، تمام كده؟ دي اسمها عظمه الترقوه. دي بتتصل فين بمين بقى؟ بعظمه لوح الكتف. في النتوء عظمه لوح الكتف. طيب امال التجويف الاروح اللي عندنا ده بيستقر فيه راس عظمه العضد. العظمه دي اسمها عظمه العضد، ليها راس. الراس ده بيستقر فين؟ في التجويف دهوت اللي هو اسمه تجويف الاروح. طيب خلصنا عظمه لوح الكتف وشرحنا التركيب بتاعها، نيجي بقى للعظمه الثانيه اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي عظمه الترقوه اللي هي دي. عظمه الترقوه يا جماعه زي ما قلنا ممكن نمسكها كده اللي هي العظمه دي من هنا كده اهوت، دي اسمها عظمه الترقوه. العظمه دي بتكون عظمه باطنيه رفيعه. يعني ايه يا جماعه باطنيه؟ يعني موجوده ناحيه البطن، موجوده ناحيه البطن، تمام كده؟ طيب بتكون عظمه باطنيه رفيعه تتصل من الامام بعظمه القص، يعني من قدام هنا بتتصل بالقص، تمام كده؟ طيب ومن الخارج بتتصل بمين يا جماعه؟ بتتصل بالنتوء بتاع عظمه لوح الكتف، تمام كده؟ نقول تاني، تتصل من الامام بعظمه القص، طيب ومن الخارج بعظمه مين؟ او من الجانب بعظمه او بالنتوء بتاع عظمه لوح الكتف، نتوء عظمه لوح الكتف. طيب الحاجه الثالثه اللي موجوده برضو في الحزام الصدري اللي هو موجود عندنا مين يا جماعه؟ زي ما قلنا التجويف الاروح، وده بيستقر فيه راس عظمه العضد. ماشي. نيجي بقى للطرفان العلويان. الطرفان العلويان كل طرف بيتكون من عظمه اسمها عظمه مين يا جماعه؟ العضد، اللي هي العظمه دي يا جماعه دي اسمها عظمه العضد. طيب عظمه العضد دي عظمه طويله من الاعلى، من الاعلى راسها بيستقر فين؟ في عظمه لوح الكتف. من الاعلى راسها بيستقر في عظمه مين؟ لوح، او بيستقر في التجويف بتاع عظمه لوح الكتف. يبقى اذا طرفها العلوي بيتصل بالطرف الخارجي لعظمه لوح الكتف. طيب امال طرفها السفلي بيتصل بعظمه مين هنا؟ بيتصل بعظمه الزند اللي هي جزء من الساعد، اللي هي جزء منين يا جماعه؟ من الساعد. طيب
الساعد بقى ده بيتكون من عظمتين ومهمين جدا جدا جدا. العظمه الاولى اسمها عظمه الزند، والعظمه الثانيه اسمها عظمه ايه؟ القعبره. يبقى عندنا قعبره وعندنا زند، الاثنين دول بيكونوا عظام الساعد اللي هو الجزء ده اسمه عظمه الساعد، بيتكون من الزند والقعبره. الزند ومين تاني يا جماعه؟ والقعبره. طيب الزند دي بيوجد في طرفها العلوي تجويف. يعني الزند يا جماعه طرفها العلوي في تجويف. التجويف ده ايه اهميته؟ يستقر فيه النتوء الداخلي لعظمه العضد. بيستقر فيه النتوء الداخلي لعظمه ايه يا جماعه؟ لعظمه العضد. هيكون هنا مفصل اسمه مفصل الكوع. مفصل الكوع. طيب وخلي بالنا برضو مهمه جدا ان عظمه الزند دي عباره عن عظمه ثابته، يعني غير متحركه. غير متحركه. طيب عظمه القعبره بقى يا جماعه بيكون حجمها اصغر شويه من حجم ايه؟ الزند. ودي يا جماعه بتتحرك حركه نصف دائريه. نصف دائريه. طبعا دي دائره، نصف دائريه يعني كده بس. طيب خلي بالكم معايا، نقول تاني. احنا قلنا الزند غير متحرك، بينما القعبره متحركه حركه نصف دائريه. ونركز يا جماعه في المصطلحات، نصف دائريه وليست دائريه. طيب نيجي بقى للحاجه الاخيره يا جماعه. احنا عندنا هنا الجزء ده ناس كتير قوي بيلعب او ماشي المهم وقع دايما بيتكسر الجزئيه دي. الجزء ده يا جماعه اسمه رزغ اليد. رزغ اليد اللي هو الجزء ده بيسموه اللي احنا دايما بنلبس عنده الساعه كده، اللي الساعه دايما بتغطيه، ده اسمه رزغ اليد. رزغ اليد يا جماعه ده عباره عن جزء فيه الطرف العلوي بيتكون من 8 عظام في صفين. يبقى 8 عظام في صفين، ادي صف وبعد كده صف تاني. 8 عظام في صفين. نركز بقى في السؤال ده علشان اتكرر كتير جدا جدا جدا. وليكن مثلا ادي رزغ اليد، وادي صابع اهو، وادي صابع اهو. طيب لما نيجي نتكلم او مثلا نخليها على الترابيزه هنا اهوت زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ادي رزغ اليد. الطرف العلوي بتاعه بيتصل بمين هنا؟ بالطرف السفلي للقعبره. نقول تاني، رزغ اليد اهوت طرفه العلوي بيتصل بالطرف السفلي للقعبره. طيب وطرف السفلي بيتصل بالطرف العلوي لعظام راحه اليد. السؤال ده اتكرر كتير جدا، اتكرر كتير جدا. قال لك ايه بقى؟ يتصل الطرف العلوي لرزغ اليد بنقط، بينما يتصل الطرف السفلي لرزغ اليد بنقط. يبقى يتصل الطرف العلوي لرزغ اليد بمين يا جماعه؟ بيتصل بالطرف السفلي للقعبره. خلي بالنا القعبره بتوصل للرزغ، اما الزند لا يصل الى الرزغ. الزند متصل بمين؟ من فوق متصل بيه العضد بس مش بيوصل للرزغ. امال مين اللي بيوصل للرزغ؟ اللي هي عظمه القعبره. تمام كده؟ يبقى اذا الرزغ اليد طرفه العلوي بيتصل بالطرف السفلي لمين؟ للقعبره. طيب وطرفه السفلي بالطرف العلوي لراحه اليد اللي هي الجزئيه دي بيسموها راحه اليد. بيسموها راحه اليد. يبقى دي راحه اليد، ده الرزغ. تمام؟ الجزء اللي فوق ده اسمها القعبره. نقول تاني، القعبره بتتصل بمين؟ ب اللي هو رزغ اليد، ولكنها لا تتصل بالعضد. طيب الزند تتصل بالعضد ولكنها لا تتصل بمين؟ برزغ اليد. ماشي. نيجي بقى دلوقتي للحاجه الثانيه، وخلينا برضه فاكرين تاني برضه اللي رزغ اليد كام عظمه؟ 8 عظام. هنحتاج لما نوصل تحت بقى لرزغ القدم. المهم راحه اليد بقى اللي هي الجزء ده يا جماعه، ده بتتكون من 5 امشاط رفيعه مستطيله. ونركز تحت كلمه مستطيله دي. يبقى عندنا راحه اليد اللي هي دي بتتكون من 5 عظام. ال5 عظام دول بتكون كل عظمه فيهم رفيعه ومستطيله بنفس شكل الجزء ده تقريبا كده، بتكون رفيعه ومستطيله. خلي بالكم عشان راحه القدم غير دي خالص. طيب نقول تاني، راحه القدم، راحه اليد من 5 امشاط. ال5 دول كل واحده فيهم بتكون رفيعه وبتكون مستطيله. رفيعه ومستطيله. طيب كل مشط منهم بينتهي بسلاميات. السلاميات دي بتكون اصبع من الاصابع. عندنا كل صابع من دول بيتكون من كام يا جماعه؟ او كل اصبع بيتكون من 3 سلاميات، عدا الابهام اللي هو ده بيتكون من 2 بس. يبقى عندنا كل مشط من امشاط راحه اليد بينتهي بسلاميات الاصابع، وكل اصبع من 3 سلاميات عدا مين؟ عدا الابهام بيتكون من سلاميتين فقط. بيتكون من سلاميتين فقط. طيب نيجي بقى نعد مع بعض. عندنا لما يجي يقول لك عدد عظام راحه ورزغ اليد نقول له كام يا جماعه؟ 27. طب جم مني 27؟ عندنا 14 سلاميه، وعندنا 5 امشاط و8 عظيمات اللي هم بيكونوا رزغ اليد. تمام كده؟ يبقى عندنا كام دلوقتي يا جماعه؟ 27 عظمه.
27 عظمه، دي مهمه. يبقى لي 27 و2 ساعد يبقى كام؟ 29. واحد عضد يبقى كام؟ يبقى 30. يبقى لما يجي يقول لك عدد عظام طرف علوي واحد تقول له كام؟ 30 عظمه. طب لو قال لك طرف علوي مع الجزء مثلا وليكن الايسر من الحزام الصدري، يبقى نضيف عليه 2 يبقى كده كام؟ 32. طيب 32 دول لطرف واحد، يبقى حزام صدري جزء منه زي الطرف. طب لو قال لك بقى الحزام الصدري بالكامل والطرفين العلويين نقول له 64. نقول له 64. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده اللي هي الحزام الحوضي ومعاه الطرفين السفليين. نبدا بالحزام الحوضي. الحزام الحوضي بيتكون من يا جماعه؟ بيتكون من عظام او نصفين متماثلين زي ما احنا برضو قلنا من شويه في لوح الكتف. في عظام الحزام الصدري اللي هو بيتكون من لوح الكتف والترقوه برضو نصفين متماثلين. نيجي هنا برضو في الحزام الحوضي عباره عن نصفين ايضا متماثلين. طيب النصفين دول يا جماعه بيتكون من ايه؟ بيتكونوا من الاتي. رقم واحد عظمه اسمها عظمه الحرقوفه الظهريه. دي عظمه يا جماعه توجد في الناحيه الباطنيه الخلفيه. في الناحيه الباطنيه الخلفيه. طيب العظمه دي بتتصل من الناحيه الباطنيه الاماميه بعظمه اسمها عظمه ايه؟ العانه. يبقى عظمه الحرقوفه الظهريه بتتصل من الناحيه الباطنيه الاماميه بعظمه العانه، ومن الناحيه الباطنيه الخلفيه بعظمه الورك. بعظمه مين يا جماعه؟ الورك. طيب العظمه الثانيه اللي هي عظمه الورك دي بتتصل من الناحيه الباطنيه الخلفيه بعظمه الحرقوفه الظهريه. بعظمه الحرقوفه الظهريه. طيب الحاجه الثالثه بقى عندنا اللي هي عظمه العانه. دي عظمه باطنيه توجد ايه؟ برضه في اتجاه البطن، ودي بتتصل من الخلف بعظمه مين؟ الحرقوفه الظهريه. ماشي. المهم بقى يا جماعه احنا عندنا ايه؟ ادي الصابعين اللي فوق دول عباره عن الحرقوفه الظهريه، تمام كده؟ ثم بنلاقي دي العانه وبنلاقي الورك من تحت كده. طيب ايه بقى الجزء ده اللي هو الصابعين الكبار دول مع بعض؟ الصابعين دول كده يا جماعه المسافه اللي بينهم دي ده بيسموه الارتفاق العاني. الارتفاق العاني. فلما يجي يقول لك وخلي بالكوا عشان المنهج السنه دي مرتبط ببعضه، الارتفاق العاني هنحتاجه تاني في الفصل التاني اللي هو الهرمونات، وهنحتاجه تالت في الفصل الثالث اللي هو التكاثر. فركز مع بعض. الارتفاق العاني ده اللي احنا قلنا عليه من شويه ده عباره عن نقطه ايه؟ نقطه اتصال نصفي عظام الحوض المتماثلين. يبقى ادي نصف متماثل، نصف متماثل، الاثنين مع بعض بيتصلوا مع بعض فين يا جماعه؟ في الناحيه الاماميه. خلي بالكم في الناحيه الاماميه اللي هي قدام جسمك في منطقه اسمها الارتفاق العاني. يبقى السؤال اللي جه كتير نقطه اتصال نصفي عظام الحوض المتماثلين هي نقط. يبقى نقول له مين يا جماعه؟ الارتفاق العاني. الارتفاق العاني. طيب نيجي بقى للطرفين اللي هم السفليين، بس قبليهم برضو نقول حاجه مهمه جدا يا جماعه. اللي فيه عندنا تجويف اسمه التجويف الحقي. التجويف الحقي. احنا قلنا التجويف الاروح ده تجويف يوجد في الطرف الخارجي لعظمه لوح الكتف. طيب امال ايه بقى التاني ده؟ ده اسمه التجويف الحقي. التجويف الحقي ده عباره عن تجويف عميق. اول ما يقول لك كلمه عميق في الامتحان يبقى تجويف حقي على طول. التجويف ده موجود عند موضع اتصال الحرقوفه بالورك. يبقى عظمه الحرقوفه اللي هي موجوده ورا والورك اللي هو اللي تحت ده الاثنين مع بعض لما يتصلوا عند بعض بيكون موجود تجويف اسمه التجويف الحقي. التجويف الحقي. يبقى التجويف الحقي هو عباره عن تجويف يوجد عند موضع او موقع اتصال الحرقوفه بالورك، وهو تجويف عميق. والتجويف ده زي ما هنشوف دلوقتي بيتصل بيه او بيستقر فيه راس عظمه العضد، عظمه الفخذ، اسف. تجويف الحقي تجويف عميق بيستقر فيه راس عظمه الفخذ. رأس عظمة الفخذ. طيب نيجي بقى نشوف الطرفين السفليين. أول جزء عندنا في الطرف السفلي اللي هو عظمة الفخذ. عظمة الفخذ يا جماعة تعتبر أكبر عظمة في جسم الإنسان. يبقى لما يجي يقول لك أكبر العظام الموجودة في جسم الإنسان نقول له مين؟ عظمة الفخذ. دي أكبر عظمة موجودة في جسم الإنسان. طيب في أسفلها يعني الجزء السفلي بتاعها موجود نتوئين. النتوئين دول بيتصلوا بالساق. طبعا الفخذ اللي هو الجزء ده، الساق اللي هي رجليك من تحت بعد الركبة كده. طيب لما بيتصل النتوءان بتاعت عظمة الفخذ مع عظمة الساق بيكون الجزء اللي هما التقوا عنده المفصل ده اسمه المفصل الركبي زي ما نشرحه بعد شوية كده. يبقى المكان اللي بيلتقي فيه أو بيتصل فيه الفخذ مع الساق اسمه المفصل اللي هنا يا جماعة المفصل الركبي. المفصل الركبي. طيب المفصل الركبي ده بتوجد أمامه عظمة اسمها عظمة الردفة. عظمة الردفة اللي احنا بنسميها بالبلدي كده الصابونة بتاعت الرجل. الردفة هي الصابونة بتاعت الرجل يعني. تمام؟ طيب
بعد ذلك يا جماعه بنلاقي مين؟ الساق. بس برضه نرجع ونقول تاني ان الفخذ احنا قلنا الطرف السفلي بتاعها بيتصل بيه الساق، الطرف العلوي للساق عند المفصل الركبي. طب الطرف العلوي بتاعها بيتصل بمين؟ الطرف العلوي بيستقر داخل التجويف الحقي زي ما احنا قلنا من شويه، يعني بيتصل بعظام الحوض. طيب نيجي بقى للتركيب اللي بعد كده اسمه الساق. احنا قلنا هنا في الطرف العلوي الساعد بيتكون من القعبرة والزند. عندنا بقى الساق في الجزء السفلي من جسم الإنسان اللي هو الطرف السفلي بيتكون من عظمتين. العظمة الأولى اسمها عظمة القصبة، والتانية اسمها عظمة الشظية. عظمة القصبة دي عظمة كبيرة، دي اللي موجودة في الناحية الداخلية. في الناحية الداخلية بقى ادي الساق اهو، العظمة اللي جوه دي اسمها عظمة مين؟ القصبة، ودي بتكون عظمة عريضة توجد جهة الداخل. طيب العظمة اللي بره الرفيعة دي بيسموها الشظية، بيسموها عظمة الشظية. دي موجودة فين؟ في الجزء الخارجي. يبقى العظمة عريضة داخلية يبقى ساق، اللي هي القصبة، اسف اللي هي القصبة. طيب عظمة رفيعة خارجية اللي هي مين؟ زي ما قلنا الشظية. ماشي. نيجي بقى للعرقوب، وده مهم ونركز عليه شوية. العرقوب ده بيتكون من 7 عظام. كم عظماية؟ 7 عظام. احنا قلنا الرزغ اليد كم عظمة؟ 8. العرقوب اللي هو بيكون ايه؟ كعب القدم يا جماعة. العرقوب ده هو عبارة عن رزغ القدم، يبقى رزغ اليد كام؟ 8. رزغ القدم كام؟ 7. طيب ال7 دول أكبر عظمة فيهم هي العظمة التي توجد في الخلف اللي هو بيسموها كعب القدم. كعب القدم. يبقى رزغ القدم اللي هو العرقوب بيتكون من كام؟ من 7 عظام. أكبرهم العظمة الخلفية اللي هي بتكون كعب القدم. يبقى احنا دلوقتي عندنا رزغ اليد كان كام؟ كان 8. رزغ القدم عبارة عن 7. طيب بعد كده بنلاقي بقى اللي هي راحة القدم ونركز فيها. احنا قلنا راحة اليد اللي هي لفوق 5 أمشاط رفيعة ومستطيلة. راحة القدم بقى عكسها شوية، 5 أمشاط برضو بس ايه؟ رفيعة وطويلة. رفيعة وطويلة. يبقى راحة اليد رفيعة ومستطيلة، راحة القدم رفيعة وطويلة، في فرق. طيب نفس الكلام برضو كل مشط من هذه الأمشاط ينتهي بسلاميات الأصابع. كل إصبع من 3 سلاميات، عدا الإبهام برضو من كام سلامية؟ من سلاميتين. طيب نيجي نعد بقى. لما يجي يقول لك راحة ورزغ القدم يتكون من نقط، يبقى تقول له كام عظمة يا جماعة؟ 26 عظمة. 26 عظمة. بينما راحة ورزغ اليد 27 عظمة، والسؤالين دول اتكرروا كتير جدا. طيب كده احنا خلصنا الطرفين السفليين وخلصنا الهيكل العظمي للإنسان. بس بقى نيجي ونشوف الجزء الجديد من المنهج، ونخلي بالنا دائما وأبدا إن أي جزء جديد بينزل في سنة من السنين لازم ولابد يجي في الامتحان. يبقى احنا كده لازم نكون واخدين بالنا اللي احنا عندنا السنة دي في الفصل الأول نازل لينا مجموعة من التركيب الجديدة اللي هي الغضاريف، وعندنا الأربطة والأوتار والمفاصل، ودول مهمين جدا، لسه أول سنة ينزلوا، وأكيد هيبقوا في الامتحان. أكيد هيبقوا في الامتحان. طيب نبدأ بالغضاريف. الغضاريف يا جماعة احنا خدنا في منهج أولى ثانوي اللي احنا عندنا الأنسجة الضامة، منها نسيج ضام أصيل ونسيج ضام وعائي ونسيج ضام هيكلي. طيب سيبك من النوعين الأولانيين ونركز في النوع الثالث اللي هو النسيج الضام الهيكلي. النسيج الضام الهيكلي كنا بنقول إن في النسيج الضام اللي هو العظمي، ونسيج الضام اللي هو إيه يا جماعة؟ الغضروفي. النهارده بقى احنا هنشوف موضوع الغضروفي ده. يبقى النسيج الضام الغضروفي أو الغضاريف هي عبارة عن أنسجة ضامة بتتكون من خلايا اسمها خلايا غضروفية. خلايا غضروفية. طيب مكان وجودها فين؟ مكان وجود الغضاريف دي فين؟ الغضاريف موجودة عند أطراف العظام. عند أطراف العظام. طيب وخاصة عند المفاصل وبين فقرات العمود الفقري، وذلك لحماية هذه العظام من التآكل. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة اللي احنا عندنا العظام لو العظام مش عليها غضاريف واحتكت ببعضها تبقى عاملة زي الطباشيرة. لو احنا كتبنا بقى على السبورة ايه اللي بيحصل للطباشيرة؟ بتتكحت. نفس الكلام العظام لو احتكت ببعضها هيحصل لها كحت. هيحصل لها كحت. طب ايه الحل بقى؟ ان يكون موجود في تركيب، التركيب ده على درجة من الليونة بحيث ان هو يمنع احتكاك العظام ايه ببعضها. ايه هو بقى الجزء ده يا جماعة؟ اللي هو مين؟ الغضاريف. يبقى الغضاريف توجد عند اطراف العظام، وذلك حتى تعمل على حمايتها من التآكل نتيجة احتكاكها المستمر.
حتى تحمي العظام من التآكل نتيجة احتكاكها الهون يا جماعة المستمر. طيب الغضاريف في جسم الإنسان بتكون بعض أجزاء جسم الإنسان، زي مين يا جماعة؟ زي عندنا الإيه؟ الأنف، وعندنا الأذن، وعندنا الشعب الهوائية اللي هي موجودة داخل الرئتين. يبقى عندنا الأنف، الأذن، الشعب الهوائية اللي هي جوه الرئتين. طيب وجدوا بقى حاجة غريبة شوية. احنا عندنا أي خلية أو أي نسيج عشان يفضل على قيد الحياة يكون حي لابد له من التغذية، ولابد له من ايه تاني؟ حاجة مهمة جدا اللي هي الأكسجين. يبقى لازم يتنفس، لازم أكسجين، ولازم ايه تاني يا جماعة؟ لازم تغذية. طيب احنا عندنا الغضاريف لا تحتوي على أي أنسجة اللي هي أنسجة توصيل، يعني اللي هي أوعية الشرايين أو أوردة الشعيرات الدموية مش موجود فيها. طيب أمال بيوصل لها الغذاء إزاي؟ وجدوا إن آدي عظمة وادي غضروف، الغضروف ملتصق بالعظمة. هيبدأ الغضروف ده هو ينتقل إليه الغذاء والأكسجين عن طريق خاصية اسمها خاصية الانتشار من العظام اللي تحته. يبقى الغذاء والأكسجين بينتقلوا للغضروف من العظام عن طريق الانتشار. يبقى الوسيلة اللي بيتغذى بها الغضروف أو بيوصل ليه الغذاء وبيوصل له الأكسجين بيتم ذلك عن طريق مين؟ عن طريق خاصية الانتشار من العظام اللي هو ملتصق بها أو الموجودة تحتيه. يبقى إذن الغضاريف لا تحتوي على أي أوعية دموية، ولكنها تحصل على الغذاء والأكسجين منين؟ من خلايا العظام عن طريق خاصية اسمها خاصية الانتشار. ماشي كده خلصنا الغضاريف. ندخل بقى في المفاصل. عندنا 3 أنواع من المفاصل يا جماعة. 3 أنواع من المفاصل بيختلفوا مع بعض برضه على حسب مكانهم والوظيفة اللي بيقوموا بيها. أول نوع عندنا اللي هي المفاصل الليفية. لو نفتكر من شوية واحنا كنا بنقول الجمجمة ليها أطراف مسننة، صح كده؟ بيتصلوا ببعض اتصال إيه؟ متين. دلوقتي بقى هنعرف الاتصال المتين ده جه منين. في البداية خالص يا جماعة عندنا المفاصل اللي هي الليفية دي، العظام عندها بتلتحم بواسطة أنسجة اسمها أنسجة ليفية. بواسطة الأنسجة اسمها أنسجة ليفية، ونسيج الليفي يا جماعة نسيج قوي جدا. طيب دي في بداية عمر الإنسان، لذلك لو احنا مسكنا طفل صغير وضغطنا على دماغه بنلاقي الدماغ لينة شوية، اللي هي الجمجمة بتاعته بتكون لسه ايه؟ ما تكونتش يعني لسه ما حصلش تقوية للعظام، فبتكون ضعيفة شوية، وتكون ممكن تنفصل سنة صغيرة عن بعضيها كده. طيب لما الإنسان مننا عمره بيتقدم، يعني نكبر شوية في السن، ايه اللي يحصل يا جماعة؟ بيبدأ تتحول الأنسجة الليفية دي إلى أنسجة عظمية. لما بنكبر شوية تبدأ تتحول الأنسجة الليفية إلى أنسجة عظمية. طيب وطالما تحولت إلى أنسجة عظمية بيبقى الاتصال ده زي ما احنا قلنا من شوية اتصال متين جدا وقوي جدا، وبالتالي يا جماعة بتكون الأنسجة اللي هي أو المفاصل الليفية عديمة الحركة. ودي أول حاجة نعلم بيها المفاصل الليفية، بتكون مفاصل عديمة الحركة. عديمة الحركة يعني غير متحركة. طيب موجودة فين؟ زي ما قلنا موجودة بين عظام الجمجمة، موجودة بين عظام الجمجمة. طيب قلنا مع تقدم عمر الإنسان بيتحول النسيج الليفي إلى نسيج عظمي، ونركز الحاجات دي جديدة وجاية في الامتحان إن شاء الله. ماشي. المفاصل الغضروفية بقى دي عبارة عن مفاصل، هذه المفاصل بتربط بين نهايات بعض العظام المتجاورة. احنا عندنا العمود الفقري زي ما احنا قلنا من شوية بيتكون من 33 فقرة، منهم اللي هم 7 وال12 وال5 متمفصلين، وبعد كده عندنا ال5 وال4 ملتحمين. طيب المتمفصلين دول يا جماعة بين كل فقرة والفقرة التانية بنلاقي غضروف، يبقى دي فقرة وادي فقرة بينهم وبين بعض ايه؟ غضروف. يبقى الجهاز ده عبارة عن غضروف، ودي فقرة ودي فقرة. طيب أهمية بقى المفاصل الغضروفية دي بتسمح بحركة محدودة جدا، ونحط مليون خط تحت كلمة جدا. يبقى أول ما يقول لك نوع من المفاصل يعطي حرية حركة محدودة جدا يبقى نقول له مين؟ المفاصل الغضروفية. طب نوع من المفاصل لا يعطي أي نوع من الحركة أو غير متحرك نهائيا يبقى على طول مين؟ المفاصل الليفية. طيب النوع بقى الأخير اللي هي في المفاصل اللي هي المفاصل الزلالية، دي يا جماعة عبارة عن مفاصل بتكون معظم مفاصل اللي هي موجودة في جسم الإنسان. يعني معظم مفاصلنا اللي موجودة في جسمنا عبارة عن مفاصل ليفية. طيب المفاصل الليفية دي بتغطي سطح العظام المتلامسة. يعني مثلا ادي مفصل، وليكن مثلا ادي عظمة ودي عظمة بينهم وبين بعض مفصل، ما هو بداية الحركة دي هي بقى موجودة ما بين مين؟ المفاصل دي يا جماعة. طيب وتحتوي على مادة غضروفية، المادة دي بتكون شفافة تمام كده، وده يعني بيعطي حرية حركة للعظام عند المفاصل. طيب
برضو حاجه غريبه، احنا لقينا ان المفاصل دي بتكون ايه يا جماعه؟ مفاصل مرنه، وفي نفس الوقت برضو بتتحمل الصدمات. بالبلدي كده المفاصل دي يا جماعه عامله زي الكوره اللي بيستخدم في جيم، كوره تبقى منفوخه كبيره كده، بيجي الواحد من دول يعمل بها تمارين. طيب لو نام عليها مش بتفرقع، تبقى قويه جدا. نفس الكلام برضو يا جماعه، النوع ده من المفاصل بيبقى عباره عن حاجه عامله زي الكور كده، تبقى صغيره ومليئه بسائل، موجوده فين؟ عند المفاصل يا جماعه. طيب بتكون مرنه، وليه مرنه؟ حتى تتحمل الصدمات. انا مثلا واقف دلوقتي، ايه اللي مخليني بتحمل ان العظام فوق بعضيها؟ ان الجزء المرن ده موجود. يبقى المفاصل دي يا جماعه بتكون مفاصل مرنه وبتتحمل الصدمات. طيب نفس الكلام برضو بتحتوي على سائل مصلي او سائل زلالي. احنا عندنا طبعا البيضه، لو فتحناها نلاقي جزء ابيض وجزء اصفر. الابيض ده اللي هو الزلال، يعني عامل زيه كده. يبقى فيه سائل اسمه سائل مصلي او سائل زلالي، وده بيسهل من انزلاق الغضاريف، بيخلي الغضاريف تنزلق. يعني مثلا ادي وليكن مثلا عظمه وادي عظمه، بيخليها تنزلق على بعضها كده ايه؟ بسهوله. طيب عندنا بقى منها نوعين مهمين جدا برضو. في عندنا مفاصل بتسمى باسم المفاصل محدودة الحركة. محدودة الحركة، خلي بالكم احنا قلنا غير متحركة اللي هي مين؟ الليفية. حركة محدودة جدا اللي هي مين؟ الغضروفية. هنا بقى حركة محدودة بس مش جدا، محدودة بس، اللي هي مين يا جماعة؟ حركة مفصل الكوع ومفصل الركبة. الكوع والركبة. ليه؟ اشمعنى الاثنين دول بالذات يا جماعة؟ لأن العظام بتتحرك في اتجاه واحد، اتجاه واحد فقط. يعني مثلا ممكن اخلي ايدي تيجي كده وتروح كده، لكن ايدي دي مش هتلف كده، تمام كده؟ دي بيسموها محدودة الحركة. طيب النوع الثاني اللي هو مفصل الكتف، تمام، ممكن الف ايدي 360 درجة، انا حر، صح كده؟ دي بيسموها ايه؟ واسعة الحركة. بيسموها مفاصل بتكون واسعة الحركة. يبقى في عندنا مفاصل محدودة الحركة زي مفصل الكوع ومفصل الركبة، لأنها بتتحرك فين؟ في اتجاه واحد. طيب المفاصل اللي هي واسعة الحركة دي عبارة عن مفاصل تتحرك في اتجاهات مختلفة، تمام، زي مفصل الكتف ومفصل اللي هو ايه؟ الورك. زي مفصل الكتف ومفصل الورك. مفصل الكتف يا جماعة اللي هو ناتج عن استقرار رأس عظمة الفخذ الكتف فين؟ في تجويف الأروح اللي هو في الكتف ده. طيب التاني بقى اللي هو مفصل الورك، المفصل الناتج عن استقرار رأس عظمة الفخذ داخل التجويف الحكي اللي هو موجود في عظام الحوض. دي طبعا زي ما قلنا بتبقى وسعة ايه؟ الحركة. ماشي، نيجي بقى للجزء الثالث الجديد اللي هو الأربطة. كلنا شفنا الناس اللي هي بتلعب كورة، وساعات الواحد من دول يقع في الملعب يصرخ، ايه اللي حصل؟ يقول لك عنده الرباط الصليبي. هي دي بقى اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي الأربطة. الأربطة عبارة عن حزم منفصلة من النسيج الضم الليفي. النسيج الضم الليفي يا جماعة حزم منفصلة من بعضيها كده بتكون الأربطة دي. طيب تثبت أطرافها على عظمتي المفصل. يبقى ادي عظمة وادي عظمة، هي بتبقى موجودة في الجزء ده، بتربط العظمه اللي فوق بالعظمه اللي تحت. يعني راس العظمه اللي فوق مع راس العظمه اللي تحت عند المفصل زي ما احنا قلنا من شويه. طيب خلي بالنا عشان بعد شويه هنشرح الاوتار. احنا قلنا الاربطه بتربط عظمه بعظمه، بعد شويه هنعرف ان الوتر بيربط عضله بعظمه، نفتح في الجزئيه دي. طيب من اهميه الاربطه اللي هي بتحدد الحركه بتاعت المفصل، يعني بتحدد اتجاه المفصل هيكون في انهي اتجاه، للامام ولا الخلف ولا ايه؟ بيكون 360 درجه زي ما قلنا من شويه، اللي هي المفاصل واسعه الحركه. طيب الاربطه دي بتتميز بدرجه عاليه جدا جدا من المتانه اللي هي القوه، ودرجه محدوده من المرونه. ودرجه محدوده من يا جماعه؟ من المرونه. طيب ايه اهميه المرونه دي؟ المرونه بتعطي او بتسمح بزياده طولها قليلا. يعني مثلا واحد من دول ممكن هو بيعمل تمارين الركبه يشد رجليه شويه، او حد يشد رجليه، فبتلاقي الرجل طلعت سنه بسيطه، سنه بسيطه. دي بتدي حريه حركه لمين يا جماعه؟ للمفصل، وفي نفس الوقت برضه بتحميه من الانقطاع، يعني عشان رجليك مش تتقطع. يعني لو كانت المفاصل دي صلبه بالكامل او متينه بالكامل ما فيش فيها مرونه، اقل حركه ممكن تتقطع. طيب لكن دلوقتي عاد في مرونه، بيديها حريه شويه، حريه عند ايه؟ المفصل، يعني بيزود طول المفصل الى حد ما. طيب لو عرضنا المفصل لضغط خارجي، ماشي، يعني ايه يا جماعه؟ ايه بقى الفرق او ايه اللي يحصل لو المفصل ده التف بدرجه اكبر من اللي يتحملها قوه المرونه بتاعه مين؟ بتاعه الاربطه.
بمعنى وليكن مثلا عندنا الرباط الصليبي مثلا، يعني مثلا نحط اي رقم كده وليكن مثلا نقول 10% مرونه و90% قوه، يعني هو اخره يلتف 10%. طيب حصل مشكله والتف 80%، ايه اللي يحصل له؟ هيتقطع. طيب يبقى اذا عندنا قال لك ايه، في بعض الحالات قد يحدث تمزق للاربطه عند حدوث التواء في بعض المفاصل. يعني حصل التواء شديد جدا، المرونه بتاعه الرباط ما عرفتش تستحمله، فايه اللي حصل؟ اتقطع. تمام، زي ما بيحصل فين؟ في الرباط الصليبي للناس اللي هم الرياضيين، وزي ما احنا شايفين في الرسمه قدامنا هنلاقي رباط صليبي امامي، ثم رباط صليبي خلفي، وعندنا الرباط الصليبي الجانبي، وعندنا الرباط الصليبي الوسطي. الجزء الاخير في محاضره النهارده اللي هو الاوتار. الاوتار يا جماعه احنا قلنا من شويه الاربطه بتربط عظمه بعظمه، نيجي بقى للاوتار. الاوتار عباره عن نسيج ضام قوي بيعمل على ربط مين يا جماعه؟ العضلات بالعظام، العضله بالعظمه. طيب العضله زي ما احنا هنعرف بعد كده ان شاء الله في المحاضره الثانيه ان لها القدره على الانقباض والانبساط، انقباض وانبساط. طيب العضله لما بتنقبض وتنبسط، الرباط ده بيربط العضله دي بعظمه، فاول ما تنقبض العضله بتشد العظمه معاها. طيب تنبسط العضله بتسيب مين؟ العظمه ترجع تاني زي ما كانت واحنا بنمشي. طيب يبقى الاربطه عباره عن الاوتار عباره عن نسيج ضام قوي بيعمل على ربط العضلات بالعظام عند المفصل، مما يسمح بالحركه عند انقباض او انبساط مين؟ العضله. طيب زي وتر، والوتر ده مهم جدا اسمه وتر اخيل، وتر اخيل، وبعض الكتب مسمياه وتر اخيلس، هما الاثنين واحد. طيب الوتر ده موجود فين ووظيفته ايه؟ الوتر ده موجود فين يا جماعه؟ موجود عند او بيربط بين العضله التوأميه اللي هي العضله اللي موجوده في بطن القدم، او احنا بنسميها للناس اللي بتلعب كوره بيسموها السمانه بتاعت الرجل. ده بيربط عضله القدم او العضله التوأميه اللي هي عضله بطن القدم مع كعب القدم، طيب الوتر ده ممكن يتعرض لتمزق، ايه هي اسباب تمزق هذا الوتر؟ رقم واحد القيام بمجهود عنيف، او التقلص بتاع العضلات الفجائي، يعني حصل تقلص مره واحده للعضله، او انعدام المرونه للعضلات، اللي الناس اللي هم مش بيمارسوا الرياضه اصلا، فده ما بيبقاش عندهم مرونه في العضله، وبالتالي ممكن يحصل قطع في هذا الوتر. طيب اعراض التمزق ايه بقى يا جماعه؟ التمزق ده اعراضه عدم القدره على المشي، يعني الشخص مش باش عارف يمشي لو كان التمزق ايه جامد شويه. طب لو كان الى حد ما بيحصل له ثقل في الحركه بتاعت القدم، يعني لو كان التمزق الى حد ما ضعيف بيحصل له ثقل، بتلاقيه مش عارف يمشي، بيمشي يعرج يعني. طيب وبرضه بينتج عنه الام حاده. ماشي، الحاجه بعد كده بقى ازاي يا جماعه نعالج اللي هو الاوتار، ازاي نوفر لها العلاج؟ وجدوا اللي احنا بنستخدم على حسب الحاله اللي قدامنا. يعني لو كان التمزق الى حد ما ضعيف زي ما قلنا من شويه كده، بنستخدم الادويه المسكنه او بنستخدم الادويه المضاده للالتهاب. والحاجه لما طبعا يعني يكون التمزق شديد شويه بنستخدم حاجتين، اللي هي الجبيره الطبيه بنجبس رجليه، او بيضطر بقى للدكتور يعمل عمليه جراحيه عشان يقدر يلحم بيها هذا الوتر. شكرا.